السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ النهارده هكلمكم على الهير كير روتين بتاعي. فيلا بينا لايك على السريع وسبسكرايب للقناه لاول مره تشوفيني. معاكم جيهاد قيشو ويلا بينا نبدا. عايزه اقول لكم السبب الاساسي ان انا اعمل الفيديو ده ان انا اخويا قال لي انت شعرك بقى احلى كتير قوي في الفتره الاخيره. انتوا عارفين ان كده الشباب بطبعهم مش بيلاحظوا اصلا اي حاجه بسهوله، فلما يلاحظوا حاجه فاكيد الفرق ده كان كبير جدا لدرجه ان هم لاحظوه. فعلشان كده حبيت اكلمكم على الهير كير روتين بتاعي الفتره دي، لانه فعلا عاجبني جدا جدا. اول حاجه بعملها قبل الشاور ودايما باكد لكم عليها هي اني بحط اي زيت موجود عندي على شعري قبل الشاور مثلا بنص ساعه، ايا كان بقى ايه نوع الزيت، ولكن طبعا يفضل اما يكون كوكونات اويل، ده احلى حاجه اصلا ممكن تستعمليها على شعرك قبل الشاور، بجد احلى حاجه، لان هو فعلا بيغلف الشعرايه كويس قوي وبيحافظ عليها من الميه. فلو ما عندكيش بقى كوكونات اويل وحاسه ان هو ممكن يكون غالي عليكي شويه، فممكن تجيبي الارجان ده بتاع ايفا، انا برضو بستعمله بيبقى حلو جدا جدا. هو بصراحه ريحته بالنسبه لي انا مش الطف حاجه، ولكن في ناس كتير قوي بتحب الريحه بتاعته. هي طبعا ريحته مش مزعجه خالص، ولكن بالنسبه لي انا هي مش ريحه حلوه ولا هي ريحه وحشه، يعني هي ريحه عاديه جدا. برضه انا عايزه اقول لكم ان الكوكونات اويل اللي كنت بستعمله كان اسمه باراشوت، وهتلاقوه على نون على فكره بسعر كويس جدا، وليا طبعا اكواد خصم في نون هحطها لكم على السكرين، وده برضه انا كنت جايباه من نون بالمناسبه. فكده اول خطوه حطي على شعرك اي زيت عندك، مش لازم حتى الاثنين دول، بس اهم حاجه تحطي على شعرك زيت قبل الشاور، وبيكون على الشعر بس مش على فروه الراس نفسها. في بعض الزيوت بتنفع لفروه الراس على فكره، ولكن في بعض الزيوت بتبقى للشعر بس. بعد كده ممكن اعمل لكم فيديو تاني على الاويلز اللي احنا ممكن نحطها على فروه الراس نفسها، ولكن بصراحه انا لحد دلوقتي ما استعملتش اويلز مباشره على شعري، فعايزه ابدا اصلا في الموضوع ده، لان انا يعني ما اعرفش ليه طالع في دماغي قوي ان انا اطول شعري. لما لقيت شعري الحمد لله بقى احلى، فحبيت بقى ان انا اطوله كمان واهتم بيه اكتر. فكده اول خطوه بعملها هي الاويلز قبل الشاور بنص ساعه. بعد كده بقى في الشاور نفسه بستعمل اول حاجه هو الشامبو ده. طبعا اول خطوه في الشاور بتكون الشامبو. بستعمل الشامبو ده من فافلن، مش عارفه واخدين بالكم ولا لا، بس شايفينه خلصت منه قد ايه؟ يعني هو وصل لحد هنا كده بالظبط. العبوه بتاعته نص لتر، يعني كبيره جدا جدا، وهتقعد معاكي ان شاء الله مده طويله. بتاخدي منه كميه صغيره قوي، هو اصلا القوام بتاعه سميك جدا، فبتاخدي منه كميه صغيره وبتغسلي بيهم الفروه الراس بتاعتك كويس جدا جدا. الشامبو بيكون بس لفروه الراس، مش بيكون للشعر نفسه. وبتسيبي الشامبو على شعرك علشان يا جماعه موضوع القشره ده بيكون في الاساس ان انت ما نضفتيش فروه راسك كويس، علشان كده يعني اغلب الناس بيجيلها قشره في الشتاء اكتر بكتير من الصيف، علشان الناس في الشتاء بتبقى مستعجله فبتبقى عايزه تخرج من الشاور بسرعه. فبتسيبي الشامبو على فروه راسك من 3 ل 5 دقائق، اوعي ابدا تقللي عن 3 دقائق. وبعد كده بتشطفي راسك كويس جدا جدا من الشامبو. لازم الشامبو يتغسل كويس، ما ينفعش ابدا تسيبي الشامبو على فروه الراس. وانت طبعا بتغسلي الشامبو كده من فروه راسك طبيعي جدا هيعدي على الشعر نفسه، فبالتالي وقتها بيكون الشعر نفسه كمان بيتغسل معاكي. ولكن مش الاساس ان انت تمسكي شعرك كله تقعدي ترغي كده علشان يعني شعرك ما يبص منك. هو الشامبو بيكون في الاساس للفروه نفسها مش للشعر. بعد كده خلاص غسلت شعرك كويس جدا بالميه، هيجي بقى دور الكونديشنر والهير ماسك. اما تستعملي كونديشنر بس، اما تستعملي هير ماسك بس، ولو عايزه تحطي الاثنين على بعض يعني مفيش اي مشكله خالص. انا ساعات بعمل كده ومفيش اي مشكله خالص من الحركه دي. فانا برضو بستعمل الكونديشنر والهير ماسك دول من فيفلن. بصوا انا تقريبا خلاص يعني قربت خلص اصلا الكونديشنر، لان انا فعلا معتمده عليهم على الحاجات دي اعتماد كلي. انا بجد وقفت كل حاجه كنت بستعملها، وتقريبا هو ده السر ان انا شعري اتحسن، ان انا التزمت بروتين واحد، والروتين ده اصلا يعني بجد ممتاز. اللي عايزه اقول لكم ان الشامبو اولا ما فيهوش سلفيت علشان الناس اللي ما بتحبش السلفيت، ولكن هو في ماده مستبدله بالسلفيت برضو بتنظف الشعر كويس جدا جدا، ولكن الحجم الجزيئات بتاعتها اكبر من السلفيت، فبالتالي هي مش بتخترق فروه الراس، فبالتالي مش بتعمل حساسيه لفروه الراس. فاهمين انتوا الفكره؟ ولكن برضو هي في المقابل هي بتنظف فروه الراس كويس جدا جدا، لانه اغلب الشامبوهات اللي ما فيهاش سلفيت مش بتنظف فروه الراس اصلا، لكن ده بينظف فروه الراس كويس جدا جدا. عايزه بقى اقول لكم ان الهير ماسك والكونديشنر فيهم اهم مكونات لترطيب الشعر، فيهم كولاجين وكيراتين، وكمان فيهم شيا باتر وبانثينول، بجد مليانين حاجات بترطب الشعر بطريقه مش طبيعيه. كمان ريحتهم حلوه جدا جدا. اكتر
حاجه بجد لاحظتها ان هما الاتنين بيرطبوا الشعر ترطيب خرافي يا جماعه، بجد انصحكم بيهم جدا جدا. كمان الحجم بتاعهم كبير، يعني ده برده نص لتر وده 300 مللي، فده كمان هيقعد معاكي فتره طويله. عايزه اقول لكم ان اللاين بقى كله اللي هو الشامبو والكونديشنر والهير ماسك الثلاثه ما فيهمش سلفيت ولا سيليكون، وكمان هما الاساس بتاعهم الارجان المغربي، وانتوا عارفين تقريبا زيت الارجان بينفع مع كل انواع الشعر. يعني تقريبا الكوكونات اويل مش بيمشي مع كل انواع الشعر، لكن الارجان بيمشي تقريبا مع كل انواع الشعر. وبجد يا جماعه المجموعه دي فرقت في شعري. عارفين احساس ان الشعر بقى طري وبقى فيه لمعه كده؟ فانا بجد والله العظيم ما كنتش متخيله انه في روتين لشعري هيعمل الفرق ده. اللي هو انا دايما بصراحه ما بقتنعش ان حاجات الشعر بتصلح الشعر، ولكن انا كنت دايما بفكر في ايه، انه الشامبو ينظف الشعر وخلاص، فكده الشامبو ده كده 100 ينظف الشعر من غير ما ينشفه. ده كده كان اختباراتي كلها للشامبو. نيجي بقى على الهير ماسك والكونديشنر ان هم يطلعوا شعري طري كده وكويس وخلاص، لكن ان هو مع الاستعمال والاستمراريه على الروتين ده هل هو فعلا هيصلح الشعر؟ بصراحه ما كنتش بقتنع بالكلام ده خالص. لكن المجموعه دي فعلا انا بجد والله ما كنتش مستنيه منها كده فعلا، لكن انا لقيت النتيجه بتحصل مع الوقت. اللي هو انا بقالي تقريبا 3 شهور او اكتر انا بستعملهم تقريبا من اواخر شهر 10 كده، فاللي هو يعني احنا دلوقتي في شهر 2، فمثلا في 4 شهور استعمال. بجد يا جماعه كل ما بستعملهم اكتر كل ما بحس شعري بيبقى طري اكتر وبيبقى بينعم، يعني الشعريه نفسها بتبقى انعم. انا بجد ما كنتش متخيله ان ده هيحصل اصلا. فبجد انا حقيقه ارشح لكم المجموعه دي وبقوه. طبعا الكونديشنر والهير ماسك بنسيبهم على شعرنا مثلا تقريبا، انا بصراحه بحب اسيبهم تلت ساعه، من ربع لتلت ساعه. ممكن طبعا تاخدي الشاور بتاعك كله وتخلصي وبعد كده ترجعي تغسلي شعرك تاني بس لوحده، يعني بتنضفيه كده من الكونديشنر والهير ماسك، او انك مثلا ممكن تعملي شيفنج في الوقت ده، تعملي اي حاجه لجسمك في الوقت ده لحد بس ما يقعد الهير ماسك والكونديشنر على شعرك فتره كفايه، علشان يعني شعرك فعلا يستفيد من المكونات والحاجات الجامده قوي اللي فيه دي. عايزه اقول لكم ان انا من بعد ما اتكلمت على الهير ماسك والكونديشنر دول وفي بنات راحت اشتريتهم، عايزه اقول لكم ان والله العظيم في بنات قالوا لي، وبنات كتير مش واحده ولا 2، لا بنات كتير جدا قالوا لي ان هم اشتروها 3 مرات المجموعه بتاعه الشعر من كتر ما حسوا ان هي تحفه ومن كتر ما خافوا ان هي تخلص. عايزه اقول لكم ان هي بالفعل خلصت، لانه اكيد اللي عملوا الحركه دي كتير. لان انا كمان واحده من الناس اللي اشتريت اصلا المجموعه برده مرتين، لقيت الحاجات في فيفلن عماله تطلع اوت اوف ستوك، فبصراحه خفت ان هي تخلص. بس ان شاء الله ان شاء الله تكون رجعت ستوك قريب. عايزه اقول لكم طبعا ان انا ليا كود خصم في فيفلن، واستنوا لما بيعملوا عروض. اول ما بيعملوا عروض على طول بنزل لكم في الستوريز على انستجرام، علشان كده لو مش متابعيني على انستجرام تابعوني هناك. كمان هسيب لكم لينك فيفلن في اول كومنت مثبت تحت، على طول استغلوا العروض بتاعتهم يا جماعه. يعني انا مش بقول لكم اشتروا في وقت ما فيهوش عروض، لا، استنوا لما يكون في عروض واشتروها، وحطوا كمان كود الخصم بتاعي هيدوكم خصم فوق الخصومات اللي بتكونوا عاملينها اصلا. بجد اوعدكم ان انتم مش هتندموا ابدا على المجموعه دي. والمجموعه دي عايزه اقول لكم ان هي بتنفع للاطفال من سن 5 سنين، يعني اقل من 5 سنين طبعا ما ينفعش. كده خلاص خلصنا الشاور بتاعنا وطلعنا. اول حاجه بعملها بعد الشاور هي اني بحط السيرم ده برده من فيفلن. اولا ريحته جميله جدا جدا، ريحته مكاديميا كده وريحته بجد تحفه. بشكل الباكج كمان يعني شياكه جدا جدا، والقوام بتاعه قوام سيرم بجد، مش قوام زيت ولا قوام ميه، لا هو قوام سيرم، لانه مش كل البراندات بتعرف تعمل سيرم اللي هو بمعنى كلمه سيرم. السيرم ده بحطه على شعري، وبعد كده بعمل ايه بقى؟ احلى خطوه في الوجود هي الخطوه بتاعه الدراير. انا لازم انشف شعري بعد الشاور، ما بحبش ابدا ابدا فكره ان انا اقعد شعري ينشف لوحده ويكمكم. واحنا غالبا عشان محجبات فبناخد الشاور مثلا الصبح، انا من الناس اللي للاسف باخد الشاور بتاعي الصبح وانزل كده الشغل بتاعي وشعري يبقى مبلول تحت الحجاب فيكمكم وريحته تبقى مش الطف حاجه. فانا الدراير من اساسيات حياتي اصلا. الدراير ده بقى من بريلون يا جماعه، بصوا شكله، بصوا قد ايه شكله، تحسوا كده ان هو بجد حاجه فانسي وحاجه قيمه جدا جدا. هو كمان بيجي معايا قطعتين اللي هم بتوع السشوار دول، وكمان القطعه بتاعه الديفيوزر. انا بصراحه مش بستعمل كل ده، انا بستعمله بس هو فيه 3 درجات حراره، بارد وسخن شويه وسخن جدا، وكمان فيه سرعتين، فانا بشغله على الحراره السخنه. عايزه اقول لكم بينشف شعري في وقت
في وقت لا وقت اساسا، يعني بينشف شعري بسرعه جدا جدا. ودي حاجه بتنجز حياتي، لان انا مش عايزه شعري يكون مبلول فابقى سقعانه، مش عايزه شعري يكون مبلول فاخد برد. وكمان الشعر المبلول بحس ان هو بيكون ضعيف اكتر، فبالتالي بيقع اكتر. فعلشان كده انا لازم انشف شعري. وبعد ما انشف شعري تاني برجع احط، يعني انا في الاول حطيت سيرم فبرجع تاني احط سيرم. فعلشان كده لو تلاحظوا هتلاقوا السيرم اساسا خلصان من كتر ما انا بستعمله. برجع تاني احط السيرم، وبعد كده بقى بستعمل الصغننه دي. بصوا قد ايه كيوت، بصوا قد ايه صغننه. الفرشه اللي هي الميني براش بتاعتهم، كنت نزلت لكم ريل على انستجرام وانا بستعملها او بجربها على صاحبتي، او صاحبتي هي اللي جربتها بنفسها، علشان كنت حابه بصراحه يعني اوريكم ان هي تنفع استعمال شخصي. وكمان انتوا عارفين انا عندي البرو براش بتاعت بريلوين اللي هي الكبيره دي، بقى من اول ما جات لي اللي هي الميني براش دي، هي اولا معموله بشكل اساسي علشان السفر، ولكن انا ركنت البرو براش وبقيت بستعمل الميني براش من كتر ما هي مريحه وسريعه وصغننه، وبتنزل كده تحت، بتاخد الجذور من تحت لان هي صغيره جدا جدا. كمان على فكره انا كنت توقعت، يعني انا وانا بشوف البنات البلوجرز بيتكلموا عنها وكده كنت بقول اكيد مش بتفرد الشعر كويس ومش عارفه ايه وبتاع، لقيتها بتفرد الشعر كويس جدا جدا. وكمان الشعر بيقعد في مفروض فتره طويله، يعني انا كنت متوقعه ان هو ماشي يا سيدي فردت الشعر، فقلت اكيد الشعر مثلا هيفك تاني يوم ولا تالت يوم. لا، ده ما حصلش. شعري قعد مفرود لمده اسبوع يا جماعه، اسبوع كامل. فانا بصراحه انبهرت بيها جدا جدا، سريعه. هي بصراحه البرو براش اسرع منها، يعني بكل امانه. انا برضو عايزه ابقى اعمل لكم ان شاء الله فيديو تاني على الفرق ما بينهم بكل بقى التفاصيل بتاعتهم. يعني على فكره اللي بيدخل يسالني على، والبنات عارفين ده على انستجرام، اللي بيدخل يسالني على انستجرام بقعد اشرح له بالتفصيل في الفيوسات، وبشرح له كل حاجه في الفرق ما بينهم. وان شاء الله هعمل لكم فيديو عشان اشرح لكم الفرق ما بينهم. برضو عايزه اقول لكم ان هي في عروض عليها دلوقتي، هي والميني دراير الصغنن ده، هما الاثنين نازلين باندل مع بعض كده. هسيب لكم برضو في اول كومنت مثبت اللينك بتاع بريلوين، كود الخصم بتاعي هيخصم لكم برضو خصم 5% فوق الخصومات اللي موجوده برضو دلوقتي. ولكن بجد الميني براش دي طلعت لطيفه جدا جدا، وبجد بتفرد شعري كويس جدا جدا. ولكن طبعا هي مش زي الستريتنر، يعني عشان برضو تبقوا فاهمين، هي بتخلي شكل الشعر شكله كانه طبيعي، كأن ده شعرك اصلا. لكن الستريتنر بتسيح الشعر، بتخلي الشعر كده ايه، سايح وناح وبيهفهف كده. لكن هي طبعا مش بتعمل كده. بس انت مثلا لو عروسه او حتى بنت قاعده كده في البيت عادي عايزه يبقى شكل شعرك حلو، هي هتساعدك ان يكون شكل شعرك حلو في وقت قصير. وكمان يعني صاحبتي حتى لما كانت بتستعملها بتقولي انا ممكن استعملها كل يوم عادي، لان انا مش حاسه ان هي بتاذي الشعر. هي فعلا لذيذه جدا جدا. بعد بقى ما بخلص شعري بالحراره بحط الدراي اويل ده يا جماعه من فيفلين، يعني من احلى اختراعات فيفلين اللي عملوها، بجد خطير خطير. ريحته سواء كان ريحه، سواء كان ترطيب، سواء كان تقليل الهيشان، بيقلل الهيشان بشكل مش طبيعي. اللي هو ايه يا جماعه الجمال ده بجد. انا بقى كل يوم الصبح، مش انا بقول لكم دي انا بستعملها هي مره واحده بس في الاسبوع، وكل يوم الصبح بقى باخد نقطه واحده بس من الدراي اويل ده. بصوا اصلا خلاص فاضل لي ربع بس فيه ويخلص. باخد نقطه واحده بس من الدراي اويل ده واحطها على شعري، شعري بيلمع، شعري هيشان مفيش، يعني شعري الحراره مسكت فيه الاسبوع كله. اكيد مفيش حاجه واحده بس بتخلي شعرك يحافظ على الحراره اللي فيه او ان هو يفضل مفرود طول الوقت كده. لا يا جماعه، هو لازم يكون روتين كامل متكامل كده. طبعا اكيد طبعا الحراره اهون بكتير بكتير من انك تروحي تفردي شعرك بالكراتين والبروتين والحاجات دي كلها. الحاجات دي فعلا بتوقع الشعر من جذوره كده. يعني حقيقي في ناس بتصلع اصلا من كتر ما هي بتستعمل اللي هي البروتين والكراتين ده. ولكن انا مع الفريق اللي هو عايزه تكوني فريق الكيرلي فانت كده 100 100 وتمام. عايزه تكوني فريق الناس اللي بتعمل شعرها بالحراره، انا فريق الحراره بصراحه. ومش بحس ان الحراره بتبهدل شعري قوي، يعني لان انا فعلا بحافظ عليه. ده قبل الحراره لازم سيرم واقي من الحراره قبل الحراره، ده اساسي ما ينفعش، لان كده كانك بتحطي شعرك في وسط النار من غير ما تحميه اصلا. زي بالظبط ما تطلعي في الشمس كده من غير ما تحطي صن بلوك، هو نفس المثال بالظبط. وبعد الحراره علشان اخلي شعري يكون بيلمع كده وشكله جميل بحط دراي اويل. فانا الكومبو ده كله بالنسبه لي اللي هو الحاجات اللي انا بعملها في الروتين بتاعي دي، اكتر حاجات فرقت في شعري الفتره دي، اكتر حاجات خلتني مبسوطه من شعري. شعري كويس ما فيهوش قشره، مترطب كويس جدا، هيشان بيقل. كمان بعمل شعري بحراره بمنتجات تكون فعلا نظيفه ومحترمه، تكون من سيراميك التورمالين وحاجات بالفعل تكون نظيفه، مش زي حاجات تانية كتير انا كلمتكم عنها قبل كده وكانت
بجد ما ينفعش ابدا ان الواحد يحطها على شعره اصلا، لان هي فعلا بتبهدل الشعر. هسيب لكم كل اللينكات سواء كان بتاعه بريلوين او بتاعه فيفلين، وهسيب لكم اكواد الخاص بتاعتي ده لو حابين تشتروا اي حاجه منهم. بس هم غالبا مثلا كل فتره في المناسبات بيعملوا عروض، فانتوا استغلوا العروض، ما تشتروش الحاجه بتمنها الاصلي كده، لا استنوا لما ينزل عليها عرض، وكمان حطوا كود الخصم عشان يديكم خصومات بقى فوق الخصومات اللي بتكون موجوده اصلا. بس كده يا بنات، اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا وانتوا بتشوفوا الفيديو ده، وان شاء الله نتقابل مع بعض في فيديو تاني قريب. شكرا لكم، مع السلامه.